السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، وكنقول لكم مرحبا بكم معايا مرة أخرى ومن جديد على قناة عقارات نور، القناة اللي كتهتم بكل ما هو عقار. فبالنسبة اليوم كاينة واحد الشقة أرضية أو سفلية اللي معروضة للبيع، كتواجد في إقامة محروسة في مدينة سلا دائما، وبالضبط في حي شماعو، بالقرب من جميع المرافق من طبيعة الحال. إقامة محروسة سيكوريزي. كاين الكراج، بالنسبه للاقامه كتوفر على الكراج، قريبه من المارشي ديال الكرو، قريبه من المدارس بريفي، قريبه من التكوين المهني، قريبه من جميع المرافق اللي كنحتاجوها من طبيعه الحال في حياتنا اليوميه. وبالنسبه للمسجد، كاين واحد المسجد في الاقامه. فبالنسبه للشقه، هذا هو المدخل ديال الشقه. الشقه سفليه، كتوفر على صالون اللي هو هذا جا في الدخله ديال الباب. وبالنسبه للمعلومات اللي كيخصو هاد الشقه، هذه شقه كما قلت لكم سفليه دائما، كتوفر على صالون وثلاثه ديال الغرف النوم. وهاد الغرفه هذه فيها سويت بارونطال، فيها الحمام او دوش. والغرف الاخرين كاين بيت الجلاس وكاين بيت ديال الوليدات. وعاد كاين المطبخ وكاين حمام اخر، وكاين واحد لاكور تبارك الله كبير وعريض، وتبارك الله فيه الخير والبركه. غير داك لاكور راه الانسان يدير فيه جوج ديال البيوت كما داروا الناس جيرانهم، يبنيو فيهم جوج بيوت ويشيط الخير والبركه. المهم بالنسبه للغرف ديال النوم كلهم كيتوفروا على لي بلاكار في الحيط. والموقع كما قلت لكم موقع رائع كالم، فيه الناس. هاد الاقامه اصلا فيها الناس، غير الناس المزيانين والناس زعما موظفين، كل واحد داخل سوق راسو. المهم هادشي اللي كاين. المساحه 145 متر كاري، تبارك الله ما شاء الله، مساحه كبيره. الواجهه عندها واجهتين قنيطريه ورباطيه، يعني الدار مشمشه ومهويه وفروجيه تبارك الله مضويه. فكما قلت لكم بالنسبه لهاد الشقه هذه مساحه 145، كيطلبوا فيها 100 مليون وقابله للنقاش. الله يسخر الجميع والله يسهل على كل واحد كيقلب على شي دار، الله يسهل عليه. وبالنسبه لهاد الاقامه، يعني من جهه قريبه من جهه طريق نيطرا، يعني قريبه المارشي الكرو، عندهم دخله من تما وعندهم دخله من جهه طريق مهديه، يعني من جهه تكوين المهني. بالنسبه للموقع، يعني موقع رائع تبارك الله ما شاء الله، قريبه لجميع المرافق، قريبه كما قلت لكم التكوين المهني، قريبه للمدارس بريفي، قريبه تبارك الله ما شاء الله. موقع ما نهضروش عليه، موقع زويون تبارك الله. فكما قلت لكم القبض جا على هذا الشكل هكا رومي بلي سبوت بالمسائل ديالو وخلاص. بالنسبه لهاد الواجهه كما قلت لكم رباطيه. وبالنسبه لاكور كنخرجوا ليه من بيت ديال الدراري او من الكوزينه، يعني عندهم جوج بيبان اللي كيخرجوا اللاكور. وهذا هو لا شومبر اللي قلت لكم، حتى هو فيه بلاكا في الحيط من طبيعه الحال، وعنده واحد الباب كتخرج اللاكور، جا على هذا الشكل هذا. هو هذا، والله يسهل على كل واحد ويسخر لكل واحد كيقلب على الدار الشراء. الله يسهل عليه يا ربي، السميع المجيب الدعوات. وما تنسوناش من لايك الفيديو والاشتراك في القناه والبارطاج الفيديو مع الحباب وصحاب. وشكرا لكم بزاف على الكلمه الطيبه ولا يخطيكم، والله يفرحكم يا ربي. يلا خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله. باش ما ننساش الثمن، 800 مليون وقابله للنقاش. اللي عجباتو وكان مهتم ويعني مقتنع بالموقع يتواصل معنا ان شاء الله، وما يكون غير خير. فهانتوما كما كتشوفوا الدار ما فيها غرام ديال الغموليه، واخا تكون سفليه زعما مهويه ومضويه. وبالنسبه للاقامه باش ما ننساش، راه كتوفر على المرآب ديال السيارات، مرآب كبير تبارك الله. هانتوما السقف كي داير نقي تبارك الله. كنتعمد نشد لكم حتى الجدران وحتى السقف باش هكا تشوفوا الوضعيه ديال الشقه. هادشي اللي كاين. الشقه تبارك الله مسجله محفظه، المسائل كلها مقاده. اللي عجباتو يتواصل معنا وما يكون خير خير ان شاء الله. شكرا لكم بزاف على المشاهده والى اللقاء.